السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2026. سوف نحل معكم كتاب المعاصر في مادة اللغة الإنجليزية الترم الأول. يلا نبدأ بإذن الله، توكلنا على الله. أول سؤال: Amal found نقط in the story of a young investor who solved a local problem. يعني أمال وجدت إيه في القصة بتاعت المخترع الذي حل المشكلة المحلية؟ بص، لما تلاقي إن في حل هنا انفستور يعني بيحل مشكلة وكده، فهنا بيديك responsibility مسؤولية لا، harmony ترابط لا، economy اقتصاد لا. هنا هيديك inspiration اللي هو الإلهام والتشجيع. هنا أمال وجدت إلهام في القصة بتاعت المخترع الذي حل المشكلة المحلية. السؤال الثاني: Ancient moments are part of our national لغة that attracts tourists. هنا بيتكلم عن ان الاثار القديمة بتكون جزء من ايه اللي بتشد او بتجذب السياح. ليمنسي طبعا اللي هي ليجنسي اللي هي معنى الميراث او الاثر، يعني مش افكت تأثير، ولا كوريج الشجاعة، ولا كوريجان اللي هي الحبوب. السؤال الثالث بيقول archaeologist نقط damage moments، يعني عالم الآثار نقط آثار المدمرة. طبعا عالم الآثار بيعمل ايه؟ بيعيد استرداد أو بيستعير أو بيرممها، فأي واحدة فيهم بيرممها بمعنى انسبورت دي بمعنى يصدر، فغلط. هنا ريرايز يزود، لأ. ايوه هي دي ريستور. والاخيره ريكيرف بمعنى كيرف بمعنى ينحت. هي ريستور بمعنى يرمم. هنا عالم الاثار بيرمم الاثار المدمره. ادخل على السؤال الرابع: at our school يعني في مدرستنا الطلاب نقط دعم المجتمع. تعال بص معايا في حرف الجر تو، وحرف الجر تو ما بياخدش غير معاها contribute اللي بمعنى يساهم فيه. في مدرستنا الطلاب بيساهموا في الدعم المجتمع. تمام. Egypt has made care نقط in public transportation. مصر لديها ايه في النقل العام؟ طبعا بدأت قال لك مصر لديها في النقل العام طبعا مش عصر اريا ولا قرية الشجاعة ولا نيكوليت اللي هي البنك المعرفة، يعني طبعا بروجريس اللي هو معناه تقدم. فانا هقول مصر لديها تقدم واضح في مجال او في النقل يعني العام. سؤال رقم 6: Egypt is is past is part of our national knowledge السيتي. تمام. بيقول لك مصر يعني ماضي مصر ده جزء من ايه بالنسبة للمواطنين؟ طبعا كنت دي معناها قارة، فطبعا غلط. ودي معناها ودي معناها identity دي معناها الهوية. ثرو نمو تريت يعني التجارة. طبعا انتوا هنا في الكلمات الرئيسية عندك national بيجي بعديها identity اللي هي معناها الهوية الهوية القومية، فهي national identity يعني معناها الهوية القومية. تمام. تمام. ننتقل على السؤال السابع: For the family trees project أيمن trains his grandfather great grandfather as نقط. بيقول لك ان الأسرة، يعني الأسرة دي يعتبر شجرة مشروع. أيمن حدد جده ده طبعا هيكون ايه؟ طبعا بدل جده يبقى هيكون ancestors يعني اللي هو جد أو سالف. تمام. It was a نقط to interview سير مجدي يعقوب. هنا بيقول لك من انها ايه بتكون مقابلة مجدي يعقوب.
طبعا مش invent، ما هيكونش مناسبة يعني treasure كنز. تشالنج تحدي، طبعا هتكون برافا ليج اللي هي بمعنى شرف او تكريم. طبعا انه شرف ان انا قابل السير مجدي يعقوب. تمام. سؤال رقم 9. museum play an important role in the نقط of historical democracy. يعني بيقول لك ان المتاحف بتلعب دور مهم في نقط الوثائق التاريخية. بص معايا، اقرا معايا الاختيارات. هنا عندك ذا دايما بتحب يجي بعديها اسم، ذا دايما بيجي بعديها اسم. طبعا انا عايز اسم، فهنا ايه، فانا هقول هنا ان المتاحف بتلعب دور مهم في ايه، في حماية الوثائق التاريخية، في حماية الوثائق التاريخية. تمام، اللي هي present preservation. تمام. هو نفس السؤال رقم 10 ركز فيه. بيقولك المتاحف بتلعب دور في ايه، برضه الوثائق. ركز معايا، هنا في تو، اللي فوق كانت ذا، فذا قلنا عايزيها نون اسم. هنا في تو عايزة مصدر، فطبعا هاخد بريزيف برضه اني بحمي الوثائق. تمام. parents نقط anything so their children can have better life. يعني بيقولك الوالدين نقط كل شيء، لذلك الأطفال بيعيشوا أفضل حياة. الأطفال بيعيشوا أفضل حياة، فطبعا بيعملوا إيه؟ الوالدين بيعملوا عشان الأطفال يعيشوا أفضل حياة. compare يقارن، لا reconnect يعني بعيد تواصلي. encourage بشجع. طبعا أنا هنا بعمل تضحية اسمها سير. خلاص، يبقى دي معناها بيضحوا، ان الوالدين بيضحوا عشان كده الاطفال بيعيشوا في افضل حالة يعني. تمام. sacrifice. تمام. بيقول لك رقم 20، رقم سوري 12. رودينا نقط so really ماشي. رودينا اظهرت الفعل شو معنى اظهرت او اوضحت يعني. اظهرت ايه نقط في نهاية المجال بتاع العلوم يعني. طبعا مش اظهرت فخر ولا اظهرت قيمة ولا اظهرت مصدر، هنا اظهرت عزيمتها، اسمها determination اللي هي معناها عزيمة او ارادة. والكلمة دي يا ريت بالله عليكم تركزوا فيها، مهمة قوي. تمام. صلاح succeed story نقط as to face difficult challenge. ماشي. بيقول لك صلاح ايه قصة نجاح صلاح. بدل اتكلم عن نجاح يبقى خد inspire على طول اللي هي معنى يلهم. بدل اتكلم عن النجاح يبقى خد inspire على طول اللي هي معنى يلهم او يشجع. سؤال رقم 14 بيقول ايه. بيقول students نقط under trees away from the sun. يعني الطلاب نقط تحت الأشجار بعيد عن الشمس. عايز اقول ايه، يصدر، لا غلط. ليه يؤدي، لا يسجل، لا انا هاخد جزر بمعنى اتجمع. عايز اقول ان الطلاب اتجمعوا تحت الاشجار بعيد عن الشمس. تمام. ركز معايا في الجملة اللي جاية اللي هي رقم 15 دي. بتقول ايه الجملة رقم 15 دي؟ ذا كوتش بيقولك المدرب ذكرنا ان ايه بيأتي من من العمل الجاد والعدل. فيرنس يعني العدل. هو هنا طبعا انا هاخد greatness معناها العظمة، ودي معناها ايه الجملة. بيقولك ان المدرب ذكرنا ان العظمة الحقيقية تأتي من العمل الجاد والعدل. تمام. تريد تجارة، لا. مصدر، لا. ميشن يعني مهمة، لا. السؤال اللي جاي حلو. بيقولك the guide reads the نقط on the walls of the temple. هنا بيقولك المرشد جرى ايه، المرشد جرى ايه على الحيطان بتاعة المعبد.
بدل اتكلم عن حيطان المعبد على طول من غير ما تفكر، خد الرموز الهيروغليفية اللي هي هايريفايز، اللي هي معناها الكتابة الهيروغليفية. هي دي. بدل قالك المرشد جرى، بدل جاب سيرة المعابد. تمام. عندك سؤال 17 بيقول the new museum quickly become a junior. ماشي، بص من غير ما تقرا الاختيارات عندك هنا بيقول لك ايه. بيقول لك المتحف الجديد اتعمل بسرعة، أصبح معلم جذب سياحي. طبعا عندك تورست، فبتاخد دي تعبير بمعنى معلم جذب سياحي. تمام. The new park in the Nougat is where we meet on week. تمام. بيقول لك ايه الجديد، الحديقة الجديدة دي اللي احنا بنتقابلوا فيها في العطلة. طبعا هاخد neighborhood اللي هو الحي الجديد او الحي الجديد الذي نتقابل فيه في ايام العطلة. تمام. فطبعا هاخد هنا رقم 19. This program increase people is not about plastic waste. بيقول لك البرنامج ده بيزود الناس. عايز اقول ان البرنامج ده بيزود وعي الناس في اهدار البلاستيك. وعي اسمها awareness، يعني معناها وعي. وركز فيها الكلمة دي، ان بيجي بعديها ملاحظة، ان بتيجي في تعبير ان بي awareness of، بيجي بعدها حرف الجر of. تمام. بيجي بعدها حرف الجر of. تمام. تعال ندخل في اخر سؤال. we should، نحن يجب على ايه المتطوعين ان who help ان يساعدوا في الحفاظ على النظافة. تمام. طبعا بدل اتكلم عن المتطوعين هو بيقول لك نحن يجب ايه المتطوعين اللي بيساعدوا. طبعا نكرمهم، honor بمعنى نكرم، فاحنا هنكرم المتطوعين اللي هيساعدوا في حماية النظافة. تمام. كده بالنسبة للكلمات الرئيسية. تعال ننتقل على الكلمات اللي مش رئيسية، اللي هي الكلمات المهمة يعني. اول واحدة بيقول لك after air support، يعني بعد سنوات في الخارج وليد قرر ايه نقط مع اصدقائه القدماء. طبعا هنا قرر ان يعمل ريكونكت ان يعيد تواصل معاهم. ريكونكت يعني يعيد تواصل معاهم. ركز معايا في اللي جاي بتقول ايه بعد مرور في الخارج. يوسف عاد نقط again، يبقى بدل عاد يبقى دايما هيعيد الى وطنه اللي هي homeland، يعني معناها الوطن او منزل. تمام. سؤال 23. كلين ووتر is a basic نقط for life. بيقول لك المية، نظافة المية ده أساسي لحياتنا. طبعا هنقول مصدر أساسي، يعني ده جملة واضحة إن نظافة المياه بتكون مصدر أساسي لحياتنا. ماشي. رقم 24. every نقط has the right to speak at the town meeting، يعني بيقولك كل ايه له الحق في ان يتكلم في اجتماع المدينة. طبعا عايز اقول كل مواطن او كل شخص، فطبعا merchant دي معناها تاجر فغلط، ودي معناها عالم آثار، ودي معناها مهندس معماري، فطبعا هنقول بكل سهولة
ان كل مواطن له حق ان يتكلم في اجتماع المدينة. رقم 25، وهاخد بالك ان 25 يعتبر مجاوب. بيقول لك ايه؟ كل شخص او كل مواطن لديه نقط to keep to help keep في حفاظ ال بيقول لك كل شخص لديه ايه ان يحافظ على مياه النهر. طبعا responsibility، كل شخص له المسؤولية على حفاظ مياه النيل. رقم 26 بيقول لك كل شخص نقط A أو an، قاعدة ثابتة احفظوها، بعد A أو an أو ذا يجي اسم noun، بعد A و an و ذا. تمام. فهنا طبعا كل شخص نقط our great homeland، يعني بيكون يعني في الموطن، يعني في البيت بتاعه الوطن. طبعا انا عايز اقول كل شخص بيكون حامي بيته او حامي يعني الوطن بتاعه، اللي هي بروكتور، يعني حامي او مدافع عن الوطن. تمام، او عن بيته يعني. تمام. سؤال رقم 27 بيقول لك good education will not the future of our country. يعني بيقول لك التعليم الجيد سوف نقط المستقبل الدولة. بص بكل سهولة تحلوها. عندك the future بيجي معاها فعل من الأفعال بمعنى يشكل مستقبل، فدي اللي معنى يشكل مستقبل اللي هي shape، فشيب the future بمعنى يشكل مستقبل، فدي من غير ترجمة بسيطة ده تعبير حفظ سريع. تمام. Her nature نقط and kindness make her admired by everyone. تمام. بيقول لك طبيعتها ايه وعطوفة، وهي بتعجب كل شخص، يعني كل شخص بيبقى معجب بيها. فطبعا انا عايز اقول ايه؟ طبيعتها بيوتي، جميلة، طبيعتها جميلة. وفي برضه قاعدة بتقول ان and اللي قبلها زي اللي بعدها زي اللي قبلها، يعني هنا صفة حلوة فلازم اللي قبلها تكون صفة حلوة، سواء ترجمة او بالقاعدة دي. تمام. 29 I am ready to do anything for many نقط people family. هنا بيقولك ان انا مستعد اعمل اي شيء نقط للاسرة. طبعا كم دي معناها قادر، وبيجي قبلها verb to be وبعديها حرف الجر of. belong معناها المحبوبة، هنا معناها الحضر. هنا available معناها القيد. لا طبعا انا هعمل، هنا بيقول لك انا، ده سؤال بديهي، بيقول لك انا مستعد اعمل اي شيء لاسرتي الحبيبة او اسرتي المحبوبة. وكمان انت عندك هنا ناون يبقى جيب لها عايز صفة. تمام. فهنا ده ناون، دي ناون، دي الوحيدة الصفة بس في الترجمة مش هتنفع. تمام. افضل. تمام. ادخل معايا على سؤال 30. سؤال 30 I felt نقط after seeing the nice garden we planted. بيقولك انا شعرت نقط. بص بعد felt هو جايبها في الماضي، انت عندنا في المضارع feel، بعد feel بيجي حاجتين، يا united بمعنى يشعر بوحدة، او proud اللي هو يشعر بفخر. تعالى هنا هنا بيقول لك ايه؟ اي واحدة فيهم، فدي غلط ودي غلط. هنا انا اشعر نقط بعد ما شفت الحديقة الجميلة اللي اتزرعت، طبعا بالفخر، مش هقول بالوحدة خالص، يبقى proud. تمام. تمام. 31 It's our نقط to keep public space clean، يعني انه نقط في حفاظ المساحات العامة. space بمعنى مساحات النظافة يعني العامة. area عصر، معرفة، dirty يعني واجب، ولا grain حبوب. طبعا انه من الواجب
إنه من الواجب علينا أن نحافظ الأماكن العامة. ما ده واجب علينا أن نحافظ على الأماكن العامة، فدي معناها واجب. تمام. سؤال 32. My نقط in life is to help people in need. يعني بيقول لك ايه في حياة عشان اساعد الناس في الاحتياجات. يعني ايه؟ منشنت مهمة، economy اقتصاد، identity هوية، ولا تكني اللي هو معناه اسلوب او تقنية. لا طبعا بيقول لك مهمتي، وخد بالك ان ماي بيجي بعدها ناون اسم برضه هنا اللي هو الضمائر. يعني هنا بيقول لك ايه؟ ان مهمتي في الحياة ان اساعد الناس المحتاجة. يعني مهمتي في الحياة ان انا اساعد الناس اللي محتاجة. تمام. 33. My heart القلب نقطة loudly when I am nervous. يعني بيقول لك القلب، عايز اقول ان القلب بيدق بصوت عالي لما بتوتر. طبعا مفيش غيرها beats بمعنى يدق. وركزوا في الجملة دي بالذات ان القلب دايما هيجي معاك الفعل الكلمة دي اللي هي beats اللي هو معنى يدق. تمام. 34. Our great past fails us. وماشي. هنا بيقول لك ايه؟ ماضينا العظيم فيلز دي معناها مملوء ب ايه؟ يعني ماضينا العظيم ده مملوء بايه؟ بهارموني، بتناغم، بريك، فخر، حدث، لا طبعا مملوء بفخر. الماضي بتاع مصر طبعا ماضينا مملوء طبعا بالفخر. تمام. دي جملة يعني بسيطة. teaching is a great. بيقول لك التدريس، teaching ده التدريس. نقط ايه؟ عندك صفة يبقى هنا عايزة اسم. تمام. يبقى طبعا هاخد professional اللي هي مهنة. التدريس ده مهنة زي اي مهنة. التدريس ده عبارة عن مهنة. 36. The engineer used a new نقط to بيقولك المهندس بيستخدم ايه جديد عشان يعيدها للأصل، يرجعها، يرممها هنا الرف يعني معناها صخرة. تمام. تمام. فهنا انا عايز اقول بيستخدم اسلوب او تقنية جديدة عشان يعيدها او يرجعها تاني. السؤال التاني بيقول لك بناء السد العالي بيتطلب لايه نقط كمية. طبعا بيتطلب لكمية ضخمة او هائلة من العمل الهندسي. السؤال رقم 28 بيقول لك ان المشروع بيواجه، بدل قالك بيواجه صعوبة، خد دي معناها تحديات، اللي هي بدل قالك في بيواجه صعوبة، فانا عايز اقول بيواجه تحديات صعبة. تمام. 39 بيقول لك المدرسة بتحتاج نقط جديد عشان تعمل حمامات جديدة، بثروم جديد. يعني طبعا محتاجة ايه؟ محتاجة تمويل، يعني فلوس، يعني عايزة تمويل كتير، تمويل عشان اللي محتاجة بتعمل حاجات جديدة يعني. تمام. الجملة رقم 40 نركز فيها، جملة صعبة شوية. بتقول ايه؟ بتقول ان القصة الفعل ده اكسبلين بمعنى يشرح. الفعل ده سوري، بيقول لك القصة دي بتشرح لنا ايه؟ ان القراءة في بناء عقل قوي. طبعا بتشرح لنا هنا في قيمة القراءة، مش شجاعة ولا تأثير ولا فخر. فانا القصة دي بتشرح لنا عن قيمة القراءة. تمام. تمام. بيقول لك معلم سأل الطالب
سأل الطالب نقط ايه اللي انت بتعمله مع التابلت. فطبعا راح قال له ريكورد، بسجل. المعلم سأل الطالب انه بيسجل على التابلت كده. تمام. يوجد نقط ربط بين النوم والصحة الجيدة. بيوجد ايه وان عايزين اسم زي ما قلنا لسه قايلينها. هل بيوجد حضري؟ لا. بيوجد فخر؟ لا. بيوجد اتحاد؟ برضه لا. فهنا دي علاقة significant، يعني علاقة يوجد يوجد هام في علاقة بين النوم والصحة الجيدة. سؤال 43. there should be نقط between your السؤال ده ركز فيه. هو بيقول لك نيرنس يعني النفقات، سوري، دي معناها المدخلات، وسبيلنج معناها النفقات. فانا بيقول لك انا عايز اعمل ايه؟ المفروض يوجد يوجد بالانس، توازن بين النفقات والمدخلات، يعني الفلوس اللي داخله والفلوس اللي خارجه. تمام. سؤال 44. there was a نقط of clean water. بيقول لك ايه؟ مية نظيفة في بعض القرى. عايز اقول بيوجد نقص في المياه النظيفة اللي هي الان، والفعل ده يا ريت يتحفظ، فعل من الافعال المهمة اللي هو معنى نقص، يعني يوجد نقص في بعض المناطق من المياه. this town، هو بيقول لك تاون مدينة. ايه او النقط green space. انا بديك كلمات مفتاحية وبحط لك خطوط على الكلمات المفتاحية. طبعا انت هتاخد حضري على طول من غير تفكير، عشان مدينة يبقى شكرا. توريزم، السياحة، مالها؟ السياحة من اهم ناشونال يعني من اهم طبعا بدل السياحة، فالسياحة طبعا بتكون من اهم بتدخل اقتصاد كتير. طبعا مش كورتي ولا جوهر ولا شجاعة ولا ترابط، لا مفيش الكلام. تمام. بيقولك التدريب بيدينا نقط مهارات لوظائف مستقبلية. طبعا التدريب بيدينا مهارات ذو قيمة. فطبعا بتدينا مهارات ذو قيمة. اخر واحدة كده بيقول لك مع التدريب نقط مارينا نقط is of coming a professional nurse، يعني تكون واحدة محترفة. لسه جايلينها بطريقة سهلة. عندك verb to be is، وعندك of، واحنا قلنا ان هي اللي بتيجي معاها بتكون قادرة، وقلنا verb be capable of يعني بتكون قادرة، يعني مع التدريب مارينا بتكون قادرة ان تصبح ممرضة محترفة. وكده احنا نكون خلصنا معكم الكلمات الرئيسية والكلمات الثانية المهمة والرئيسية. اتمنى ان تكونوا استمتعتوا معنا في الحل واستفدتوا مننا، وربنا معاكم وبالتوفيق. معلش لو الفيديو طول شوية، اتمنى ان تكونوا استمتعتوا معنا. بالتوفيق، ربنا معاكم، سلام.